ما ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلى شدة وحجم جريمة الربا. درهم ربا، درهم. والدي الله يرحمه ويرحم موتاكو كان يقرب مكان هو يظهر الموضوع هالشكل. لما طلع تلقته مرة تلقته، هو يسولف لي يقول لي وتنحب قال لها خال ايش بيه؟ قال اليمن. قالت له واحد قاعد جوا من برك. اي قال له ايش بيه؟ قال له هاي على كل حال معامله والنسبه هكذا، واحنا ما عدنا نرجع له، وهذا شهر على شهر تتضاعف هالشكل. امروتك لو تحاكي شويه خلي يسامحنا. بس المصيبه وين؟ المصيبه انه على كل حال هو من ضمن ما نقدر شوي نتغمق هكذا. نسبة الأرباح أخواني وأعزائي ما أدري استجابة لنداء المنبر، يعني الخطباء العلماء الكتاب يكتبون يقولون يصرخون، ولكن على كل حال كل ما المحاضرات تتواصل وإذا بنسبة الأرباح يكفيك هذا النبأ ما ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. درهم ربا أعظم عند الله عز وجل من 70 زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. إيش كثر درهم، وإذا النسبة بالملايين عندك الحساب. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه درهم ربا أعظم عند الله عز وجل من 70 زنية كلها بذات محرم. وين؟ في بيت الله الحرام، وعندك الحساب. إذن إخواني من ضمن تلك الذنوب الطاحنة الشديدة التي وصفت بالكبائر هو هذا الذنب الشديد، جريمة الربا. ثانياً من جملة الذنوب الكبيرة التي وعد المولى تبارك وتعالى من ارتكبها بالعقاب والعذاب الشديد الرشوة من ضمن تلك الذنوب ومن ضمن تلك المعاصي التي وعد المولى تبارك وتعالى من ارتكبها أو يرتكبها بالعقاب والعذاب الشديد. ورد في تعريف الرشوة إخواني كما تعلمون هكذا، المضمون هكذا: تقديم المبلغ أو السلعة الثمينة أو الحاجة المحترمة إلى القاضي وإلى قلمه. اللي بعد هو من اللي يحكم؟ القاضي. وقلم القاضي هو توقيع واحد يخلي هذا الظالم وهذا المظلوم، لو لا والله غير شكل يوقع يخلي هذا المظلوم وذاك الظالم. إخواني وأعزائي، فيأتي الرجل عندما يرى على كل حال المكسورة لو الخربطة من عده بطريقة ما، على كل حال يقدم إلى الطرف المقابل، سواء كان قاضي قصدي المحكمة يولا في علاقاتنا الاجتماعية، يجيبون الرجل الشيبة مثلا الرجل المحترم على كل حال يكلفوه أنه يحكم بين هذا وذاك. وإذا بالرجل يأتي بمبلغ بسلعة، لا والله بخدمة، يقدم له خدمة، وفي قبال هذا المبلغ في قبال هذه الحاجة وفي قبال هذه الخدمة شو يطلب من عده؟ وكما تعلمون هذه الجريمة اللي نعبر عنها بجريمة الرشوة هي من ضمن تلك الذنوب الطاحنة التي وعد المولى تبارك وتعالى من يرتكبها بالعقاب والعذاب الشديد.